السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا في افضل حال. هنعمل مع بعض النهاردة شوية قراقيش سادة وشوية بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة. طبعا احنا دلوقتي في وقت امتحانات ومدارس، فما فيش افضل من القراقيش تكون موجودة عندنا، سواء بقى سناكس الغدا اتأخر وسط المذاكرة. يعني وصفة جميلة جدا، هتتابعيها هتلاقيها وصفة سهلة بسيطة اقتصادية ومقاديرها موجودة عندك في البيت. الا ممكن العجوة، يعني احنا خدنا حاجة بسيطة من العجوة، تقدر تشتريها من اي عطار، مش مكلفة ابدا. مقاديرنا بسيطة جدا. انا النهاردة هعمل كيلو من الدقيق، هحط عليه 3 معالق كبار من السمسم المحمص، وهبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هجيب معايا نص كوباية من الزيت وكوباية من السمنة. عايزة تخلي المعيار كله سمنة مفيش مشاكل، عايزة تخليه نص ونص برضو براحتك، بس انا مقدار السوائل اللي معايا كوباية ونص. هبدأ بقى ابسهم بايدي كويس جدا لحد ما اتأكد ان كل حبات الدقيق اتغلفت بالمادة الدهنية، واجيب بقى من تحت ومن فوق لحد ما بيبقى عاملة زي حبيبات الرمل. شوفوا بصوا، هبدأ بقى اول ما بتأكد ان كده تمام بضغط عليهم، بلاقيها كتلت معايا، يبقى كده تمام. هعمل بقى حفرة في النص بقى واحط باقي المقادير بتاعتي. باقي المقادير بتاعتي كانت عبارة عن 3 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورشة من الملح. هضيف عليهم كوباية من الحليب وكوباية ونص مية، تكون الاتنين دافين، يعني الحليب والمية تكون دافية. ممكن تخلي المعيار كله بالمية وممكن تخليه كله باللبن، وممكن تعملي زي ما انا عملت دلوقتي، كوباية من الحليب وكوباية ونص من المية الدافية. هقلبهم بقى في الاول مع بعض، السكر والخميرة مع السوائل. اول ما بتاكد ان السكر ده خلاص برفع المضرب بتاعي واكمل عجن بالايد عادي جدا. طبعا انت لو عايزه تمكسي الكلام ده كله في الميكسر عادي جدا في العجان معاكي، فمش هيبقى الموضوع متعب تماما. بس انا بحب اعجن قدامكم بالايد، اوريكم ان الموضوع سهل جدا ما بياخدش وقت. طبعا في اي معجنات طول ما انا بعجن بحاول انضف البوله بتاعتي من اي دقيق ومن اي عجين فيها، بحيث ان الم كل حاجه معايا. بصوا شايفين هنا اول ما بدا الدقيق يختفي وبدات تتكون معايا عجينه، راحة ليا هكمل العجن على الرخامة. انت مش بتحبي الخطوة دي عادي جدا، هتكملي عجن في البولة بتاعتك. هعجنها بقى مش بتاخد عجن كتير. فخلاص انا عجنتها واتأكدت ان كل الميكس اختلط مع بعضه. هسيبها تستريح شوية، وبعد كده في اثناء دي هعمل معايا العجوة. انا خدت بصوا نص الباقي، يعني انا حطيت سيحت العجوه دي كلها، بس انا استخدمت في الوصفه بتاعت النهارده لنص المقدار، نص من الباكت ده. حطيت عليهم معلقتين كبار من السمنه وثلاث او معلقه من السمسم ومعلقه صغيره من القرفه، وده كله اختياري ما عدا السمنه. بعد كده برفعهم على النار وابدا اقلب مع بعض كده لحد ما العجوه تسيح معايا وتتكون معايا معجون وتتشرب السمنه معايا تماما، تبقى معايا طريه بالمنظر ده. طبعا هي دلوقتي سخنه فمش هقدر اشكلها، هسيبها تبرد. وبعد كده شكلها هنا بعد ما برد هقسمها لكور صغيره، وكل كوره هبدا اعملها زي الحبل زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا شايفين موضوع سهل جدا ما بياخدش وقت خالص. في الاثناء دي كلها بتكون العجينه بتاعتي اختمرت، على بال ما بخلص الحوار العجوه بتكون العجينه خمرت معايا، عشان خصوصا ان احنا في الصيف. كمان ممكن تعملي الوصفه دي بدل تستبدلي العجوه تخليها بالملبن برضو نفس الطريقه. خلاص هنا بقى شايفين ما شاء الله العجينه خمرت خالص. هنا هبدأ اقسمها نصين، انا نص هخليه سادة والنص التاني هحشيه بالعجوة. وزي ما قلت لك تقدر تخلي المعيار كله، عايزاه بالعجوة خليه، عايزاه كله سادة براحتك، عايزاه نص ملبن ونص عجوة براحتك. يعني ده يرجع لك انت على حسب ذوقك وذوق اولادك. النص بتاعي بقى انا قسمته نصين، خليت نص سادة والنص ده اللي هعمل فيه العجوة قسمته لأربع أجزاء متساوية، وهفرد كل قطعة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده مستطيل. شايفين منتهى السهولة، ما بتاخدش وقت خالص، مش متعبة في الفرد خالص. اهو بالمنظر ده هفردها مستطيل مش كبير، على قد حبال العجوة اللي معايا. اهو بصوا، وهجيب بقى قطعة من العجوة ابدأ افردها كويس. طبعا حجم كمية العجوة اللي انت بتحطيها جوه القراقيش او المنين ايا كان
ده على حسب ذوقك، يعني انت لو بتحبي العجوه كتيره كتري العجوه، لو بتحبيها قليله قللي. انا بحب حاجه بسيطه، يعني انا ما بحبهاش تكون مسكره جامد، فانا مش بكتر في العجوه. فاما بقى لو انت حاسه ان العجوه قليله تقدري تزودي عادي جدا، مش هتقول لا، ده على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك. هبدا بقى بعد ما حطيت العجوه اديها برمه واحده بس، لفه واحده، اتاكد ان العجين قفل على بعضه، واقسمها زي ما انتوا شايفين، وابدا اقطعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه، بحيث يكون كل القطع قد بعض. والجزء التاني بتاع العجينه برضو هعمله بنفس الطريقه. شوف هبرمه كده، ولو في قطع زياده بشيلها، والمهم يكون العجين قفل على بعضه، والجزء اللي احنا قفلناه على بعضه هو اللي هيكون معايا تحت في الصاج. وهبدأ بقى لو عايزة بقى المعيار كله نفس المقاس تقدري تقيسي بالمنظر ده، او تقطعي عادي من غير ما تقيسي براحتك. هنا رصيتهم في صاج بقى، وهسيبهم يستريح حوالي كده تلت ساعة. يعني بصوا مش هسيبهم يخمروا قوي، بس هي تلت ساعة. في الأثناء دي برضو هكمل تشكيل القراقيش السادة. برضو هقسم الجزء النص اللي احنا عملناه 4 أجزاء، وكل جزء بقى برضه هفرده مستطيل وابدأ أشكله بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه. عايزين بقى تشكلوا تقطعوها بالسكينة براحتكم، تقطعوها بقطعة البيتزا. أنا عملت معاكم الاتنين، بس صراحة اللي كانت أسهل عليا اللي هي قطعة البيتزا، كانت سهلة كده وسريعة ومنجزة. بصوا هنا بالسكينة بحاول أسويها من فوق ومن تحت، وأبدأ أقطعها صوابع بالمنظر اللي انتوا شايفينه. الصابع بقى والحجم ده على حسب ذوقك وعلى حسب ما تفضلي. بصوا ما شاء الله، يعني الكمية بتطلع مني، يعني نص كيلو دي بيعمل معايا كمية حلوة، يعني كبيرة. يعني انت ممكن تقسمي نص المقدار. يعني انا هسيب لك المقادير في صندوق الوصف، وتقدري تقسمي نص المقدار لو عايزة مقدار نص كيلو دقيق. هتلاقيه اقسمي المقادير بالنص، هتطلع معاكي نص المقدار. يعني مثلا الكوبايتين ونص بتوع السوائل تقدري تخليهم حوالي كوباية وربع، سواء لبن على ميه زي ما انت عايزه. المهم الصاج هنا لازم يكون مدهون زيت عشان هو مش هيلزق، بس برضو احتياطي. بدخلهم بقى الفرن في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لحد ما بتاخد معايا لون فوق وتحت، وبتبقى معايا جاهزه بالمنظر اللي انتوا شايفينه. جميله جدا طبعا، وهي طالعه من الفرن بتبقى طريه شويه، كل ما سبتيها بتلاقيها قرمشت بقى وبقت هشه جميله جدا. هنا ده اول جزء معايا، ده طبعا مش نص الكيلو، ده اقل من نص الكيلو، لان طبعا الاولاد خطفوه. فنص كيلو دي هيعمل معاكي كميه حلوه، مش هيعمل معاكي. هنا بقى كنت عامله باتيه بالجبنه، نزلت الطريقه بتاعته. لو عايزين الطريقه هتلاقوها موجوده عندي في القناه، بوريكم بس شكلها من جوه. الوصفات دي كلها موجوده عندنا. وفي الوقت ده برضو انا سويت باقي مقدار القراقيش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وخلي بالك انا ما بشغلش الفرن فوق وتحت، هي في النص بس انتي لو القراقيش بتاعتك خدت لون من تحت بس وكانت لسه من فوق، تقدر تشغلي الشوايه عادي جدا. وقدمتهم بالهنا والشفا، وصدقيني هتعجبكم جدا. وصفه سهله بسيطه ومش مكلفه. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.